يمكن اخر حاجه طبعا تمرين الاهلي النهارده. تمرين الاهلي اليوم، وشاهد التمرين لاول مره رسميا انضمام عبد الله السعيد في هذا التدريب. حضر التدريب، واعتقد القناه كان ليها طيب بعض عموما اللقطات. شريف جبران مجهز لنا لقطات من حضور من حضور عبد الله السعيد اول مران للنادي الاهلي النهارده، عشان ملك وكتابه ينفرد بهذا الخبر، لاول لقطه في اول مشهد في اول حضور لعبد الله السعيد لاعب الاهلي الجديد مع فريقه الجديد. ترحاب والحاله المألوفه دايما يا باشمهندس. هو مش غريب على معظمهم، يعني هو راجل اصدقاء من المنتخبات، اصدقاء بعضهم من نادي اسماعيلي ومعظمهم من المنتخبات وراجل يعني لاعب مهم. يعني خلينا في هذه اللقطه لانها تقريبا بتمثل بدايه مهمه جدا لكل لاعب جديد جاي على الفرقه، وكل لاعب تسمعه بيتكلم عن النادي الاهلي واجواء فريق النادي الاهلي يقول لك ما حسيتش بالغربه من اول يوم رحت لقيت ترحاب، ممكن يلاقي ترحاب شديد من اللي بيلعب معاه في نفس المركز. شوف هم مدركين طبعا، هم كل اللي بيجي النادي الاهلي عارف انه داخل على فريق زاخر بالنجوم، وان المساله مساله ستلقى منافسه، فمن الاول كده كله اللي بيتكاتف ويتنافس بشكل شريف، لان عارف انه داخل على فريق بطولات ويجب ان يكون على قدر هذا الفريق. عبد الله السعيد مش متسجل في افريقيا، حضوره النهارده التمرين الاخير قبل مباراه الترجي له دلاله؟ طبعا ينخرط بقى حتى في اهتمامات ومشاكل واحلام فريقه يعني. دون ان يكون دلاله، يعيش الاجواء الطبيعيه من اول يوم يعني. تمام. طيب عبد الله السعيد ارتدى الفانيلا الحمراء او الفانيلا الزرقاء النهارده كمان في بدايتها طبعا وتم قيده. تمام. ايه الجديد؟ الجديد ان في 3 اعارات في ال 24 ساعه الاخيره.